مين في مؤتمر اتعمل في امبابة لما اتقال نريد تهيئة مصر للحكم الإسلامي وتطبيق الحدود يأتي بعد امتلاك الأرض. التصريح اللي اتقال أو الكلام ده أثار ردود فعل غاضبة جدا ما بين قيادات الأحزاب السياسية وما بين الأقباط والناس العادية اللي شافوا أن التصريحات دي بتأكد المخاوف اللي عندهم من التيار الإسلامي، لأنها طبعا بالشكل ده هتبقى ضد الدولة المدنية. ده غير المخاوف اللي موجودة أصلا وإحنا داخلين على انتخابات مجلس شعب وانتخابات رئاسة لأي فصيل أو لأي قوة سياسية هيكون ليها السيطرة على المشهد العام. احنا معانا لمناقشة التصريحات والمخاوف وتوضيح الصورة المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد بجامعة الإخوان المسلمين. مساء الخير يا فندم. والدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع، أهلا وسهلا. والأستاذ هاني لبيب الكاتب والمفكر، أهلا وسهلا بحضرتك. باشمهندس سعد، يعني قول لنا الاول عشان احنا اتناقشنا يعني شويه قبل ما نطلع على الهواء بخصوص التصريح، وحضرتك ليك راي وجهه نظر فيه، اسيء فهمه ولا نقل بشكل خاطئ ولا ايه يعني حقيقته ومعناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اولا اسعد ان احنا اكون في برنامجكم المحترم اللي اعتقد مصر بتشوفه كلها الان، وأقول إن نحن كإخوان مسلمين أبناء هذا البلد مثل كل أبناء البلد، لنا حقوق وعلينا واجبات، وإخوان مسلمين بنقول إن احنا ندعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإن نراها إن هي حلا لمشاكلنا، وهذا أيضا تطبيقا للدستور. الدستور 71 اللي كان ينص على المادة الثانية هي الشريعة، المبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وباختصار شديد لا عجب ان يتقال ان احنا نسعى لاقامه الحكم الاسلامي او الحكم بالشريعه، وارجو ان انا اقول باختصار شديد جدا ايه هو الحكم الاسلامي ده وايه هي الشريعه اللي احنا بنؤمن بيها. وكان في جزء من الكلام ذكر هنا في الشريعه الاسلاميه هي الحريه، هي قيم الحريه، هي قيم العداله، هي قيم المساواه، هي قيم الأمن، هي قيم الكرامة لكل المصريين، هي لهم ما لنا عليهم ما علينا كل المصريين، هي لا إكراه في الدين يعني حرية العقيدة، هي دعوهم ما يدينون يعني حق لإخواننا غير المسلمين إن هم يطبقوا شرائعهم، لهم ما لنا عليهم ما علينا تعني المساواة. هي دي الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هي تداول السلطة وإن السلطة للشعب. الشريعة الإسلامية يعني لا ثيوقراطية، يعني دولة مدنية. الشريعة الإسلامية يعني مساواة تعني مواطنة. هي دي الشريعة الإسلامية احنا نفهمها. فيعني مش غريب أبدا إن احنا نقول عايزين نطبق الحكم الإسلامي ونطبق الشريعة الإسلامية. دي قضية أعتقد أن كثير من المصريين يجمعوا عليها، ويحق لأي مصري أن هي يعترض على هذا اللي احنا نفهمه. وفي النهاية ده رأينا فيما يتعلق بتطبيق الحدود يا أستاذ سعد. وفي النهاية الفيصل للشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة، يختارنا يختار غيرنا، احنا هنحترم إرادة الشعب لأن لا سلطة في هذا البلد إلا الشعب. هل كل الأطراف السياسية قرأت التصريح أو قرأت الكلام زي ما حضرتك بتتكلم عنه؟ لا، ده سؤالي للدكتور سمير. اتفضل. هو الحقيقة أنا يعني هكرر كلام الدكتور رفعت السعيد النهارده الصبح أن الإخوان المسلمين بهذا التصريح حتى كما قالوا، أنا مش شايف في فرق بين ما قاله المهندس سعد وبين ما نشر في مصر اليوم. الاثنين ذات المعنى يعني. وهي أقول رفعت السعيد أن الموضوع تلاعب بالنار. بمعنى أنه أولا في هذا الظرف بالتحديد وفي هذا الوقت بالتحديد لا نتصور أن يتم التحدث عن الشريعة حتى بتفسير باشمهندس سعد باعتبارها. رايح حضرتك كيف التفسير ده؟ كمل بس كلامك. هتقاطع ولا؟ لا ده أنا أديك فرصة إذا كنت عاوز تقاطع. ده أنا عايز رأيك. لا اتفضل. أنا أكمل بس. اتفضل. وبعدين تسأل. اتفضل. هو التطابق الذي يقدمه في قوله بأن الشريعة الإسلامية تتطابق تماما مع مدنية الدولة، ولذلك أنا بناء على كلامه أدعو جميع الدول التي طبقت الديمقراطيات المدنية أن تطبق الشريعة الإسلامية.
ان الاثنين واحد. الشريعه هي مدنيه الدوله، ومدنيه الدوله هي الشريعه. هذا كلام فيه مغالطه، لان هناك فوارق. ماده 2 الموجوده في الدستور المصري تقول ان مبادئ الشريعه يمكن ان تكون او يجب حتى ان تكون هي مبادئ رئيسيه في التشريع. هناك فرق بين ان تكون مبادئ وبين ان تتطابق كما ورد في حديث المهندس الآن. الحكم بالشريعه هو انذار، لان الحكم بالشريعه، الشريعه عندنا قوانينها واحكامها نبتت من خلال مؤسسه حاكمه في عصور الاسلام وفي العصور الوسطى في مراحل الدوله العباسيه ودول المماليك وباقي المنظومه المتفرقه المتعدده في الدول الاسلاميه. ليه حضرتك وصفت في تصريحات انها تلاعب بالنار في التوقيت ده؟ تلاعب بالنار في التوقيت ده لان احنا ما مصدقين نلم وحده وطنيه في اتجاه مدني وفي اتجاه مواطنه، ثم نفجر ما يسمى باللغم الاسلامي ويستخدم ويوظف كما لو كان لغما وهو ليس بلغم. بس احتمال يكون اسيء فهمه، يعني نسال الاستاذ هاني. لا طبعا، لا ما اسيئش فهمه. يعني طبعا انا بقدر قوي الكلام اللي حضرتك قلته، بس الكلام عن الدوله المدنيه بالطريقه دي هو كلام وهمي شويه، بمعنى ده نيولوك الجماعه على مدار السنين اللي فاتت في التصريح الخاص بالدوله المدنيه وتطبيق الشريعه، وكل مره يطلع لنا بمفهوم جديد. يعني الف ب سياسه، يعني ايه دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه؟ الاثنين ما يركبوش على بعض. ده رقم واحد. رقم اتنين، فكره التوظيف الدين. هل تصدير المساله بالشكل ده ان تطبيق الشريعه الاسلاميه وتطبيق الحدود، يعني المهندس سعد كان بيقول لنا ان هو لا ده الكلام ده غلط ومش حقيقي، ولما جه شرح نفس الكلام. يعني ما فيش اختلاف كبير بين اللي حضرتك قلت ان مش ده اللي حصل وما بين اللي اتقال هنا. النقطه الثانيه، انت لما تيجي تقول دلوقتي تطبيق الشريعه الاسلاميه، مطلوب من اي مواطن مصري غير مسلم المفروض انه يعمل ايه؟ والمفروض انه يبص لوضعه ازاي؟ هتيجي تقول لي بقى الكلام الحلو بتاع الحريه والعداله والكرامه ولا اكراه في الدين، هقول لحضرتك دي مراوغه سياسيه، لانك انت بترفض حريه العقيده. انت لما بتيجي حد يقول لك، يعني انت يقول لك ايه؟ لا مش حقي، ده وثائقكم. انت التصريحات الرسميه للاخوان مثلا المرتد يقتل، ولا دي برضو ما اتقالتش؟ اتقالت. يبقى حريه عقيده فين ولا اكراه في الدين مثلا؟ فكره العداله والكرامه والحريه. العداله والكرامه والحريه بتقول ان حضرتك لو تم انتخابك لرئاسه الجمهوريه تبقى رئيس الجمهوريه، فيقول لك المراه لا والاباط لا، كانهم درجه ثانيه. يبقى مواطنه ايه وحريه ايه؟ بس هو الاخوان في اخر تصريح للمرشد وكان يتحدث الى الحال يوم ايوه قال ايه بالنص بقى؟ احنا مش ضد الترشح، بس احنا مش هنرشح، احنا مش موافقين. يعني ده مبدا بيتعارض مع مبدا اصل الحريه والعداله لا تتجزأ. بصوا، الدوله المواطنه اللي احنا بنتكلم عليها والدوله المدنيه ما تتخذش بمفهوم الاخوان المسلمين ولا تتخذ بمفهوم الكنيسه. طيب خلينا نقف عند نقطه نسمع بقى يعني الظرف والتوقيت، وهل ان احنا نتكلم عن الحكم بالشريعه زي ما دكتور سمير قال ده انذار في التوقيت ده، وشايف حضرتك بتسجل اكتر من نقطه على يعني حديث دكتور سمير واستاذ هاني، اسمع حضرتك. هو طبعا انا بحترم الاراء كلها، لان احنا في اوضاع بتدعونا ان احنا يعني، وهذا عقيدتنا، الكل عنده حق يقول رايه ويقول وجهه نظره، ولا مانع من بعض من قسوه الالفاظ زي التلاعب واللعب بالنار والمناغه السياسيه ونيولوك، ما فيش مانع ابدا. انا يحق لكل مصري وانا مصري ان كل واحد يقول رايه بكل حريه وبكل امانه، وانا ارده وهو يرد. وفي النهايه لان احنا يعني انا عايز اقول زي مثلا اخواننا في حزب التجمع، اخواننا المسيحيين، احنا اولاد البلد دي وبلدنا كلنا، ولابد ما فيش حد هيسيب التاني ولا حد يقصي التاني. لابد نريح بعض، لابد نفهم بعض، لابد كل المخاوف تتقال، لان احنا ابناء البلد دي جميعا، بنينا حضارتها جميعا، دماءنا روتها في سينا جميعا، وقمنا بثورتها جميعا، فلا فضل لاحد في هذا البلد على احد. انا بس اؤكد تسموا ده بقى نيولوك، سووهم مراوغه، انا بقول اللي عندي،
وفي النهايه ايه، في شعب بيشوف وشعب شايفنا في الشارع. بس حضرتك شايف ان الكلام ده، معلش اسف على مقاطعتك، ان الكلام ده يعني اكد المخاوف ولا ازال المخاوف؟ قعدنا ساعه ونص طلعت هنا في ايه، في 3 4 اسطر بس عشان نعرف في مؤتمر. وهذه الجريده للاسف في منشد زي ده في الازهر، ميليشيات الازهر، منشد زي ده اهو، ميليشيات الازهر اتحكم على 40 ظلما و7 سنين و10 سنين، وناس مشوره مشرده بره مصر، ومئات من الاسر اتحرمت من اولادها ومن ابنائها، وملايين من الناس الشرفاء انتهكت، وغسيل اموال بسبب ما يسمى دلوقتي يا فندم كله. يعني عايز اقول بس ايه، ده كويس يعني بتقوله كويس، واخرها المرشد ما وقفش في الصف والناس كلهم فضحوه. ما كويس قوي ان حضرتك قلت، كويس قوي ان حضرتك ضربت مثلا، كويس قوي ان حضرتك يعني شيء مؤسف ان في جريده محترمه ومهنيه وحرفيه تتعمد وتتحرى الكذب. هو دلوقتي الموضوع دلوقتي، واحنا على اي حال احنا بينا وبينها القانون. حضرتك دلوقتي حضرتك ما كذبتش التصريح. لا هو انا قلت ساعه ونص جم في حته كده وراحوا مطلعين كلام يعني يا سلفيين. هل هو السؤال هذا مجدكم؟ انا اقول لحضرتك يعني ايه يا سلفيين يا صوفيين؟ هاجي بس لموضوع الحدود حالا. يا سلفيين يا صوفيين، الناس ماتت في الشوارع عشان الكل ياخد حريته. اذا لا نوم، ابذلوا جهدكم كله في خدمة هذا البلد ونشر القيم والاخلاق والادب فيه، وسيبكم بقى من الاضرحه واحنا بنتكلم الناس ان الكلام ما بيدورش وبعد كده هم بعد كده واحنا بنتكلم لحظه بس. انا بس عايز طب انا اكمل حته بس عشان يعني يا سلفيين يا صوفيين يا اسلاميين يا ركزوا في خدمه هذا البلد العظيم اللي اعطاكم الحريه، وبدل ما تركز في موضوع تافه زي المقابر واللي مش عارف الاضرحه، اقنع الناس وفهمهم بالوعي وبالثقافه وبالعلم. ولا عشان ده وقتكم؟ لحظه اقنعهم ان هذا الكلام يعني لا يضر ولا ينفع، وهو بعد ايام طويله بالتهيئه دي وبالوعي ده وبالتفهيم ده هو اللي هيجرها بنفسه، او قائد هم اللي يهدوها بنفسهم. لكن دخلت مشاكل وتقلب علينا المخاوف سواء من الاسلام وغيرنا، هذا لا يصح. هذا البلد يحتاج منا كل باذل وكل جهد. دلوقتي عايز افرق، يعني ما ننامش دلوقتي يا فندم، دلوقتي اللي بيتابع اعتقد الكلام ده، دلوقتي اللي بيتابع النشاط السياسي يفرق ما بين الموقف اللي تم التعبير عنه في مؤتمر امبابه وما بين موقف الحزب المفترض انه هيقوم. يعني ايه؟ يعني هل هي نفس اللغه السياسيه؟ احنا عارفين دلوقتي اعلن بشكل رسمي انه هو حزب مدني وهو حزب له مرجعيه اسلاميه معينه. بالظبط. تمام؟ ولكن بالزبط. هو حزب مفتوح لكل المصريين. طبعا. كويس؟ شايف انه التصريح عن الحزب يستقيم مع التصريح اللي بيخرج من الاخوان كجماعه؟ قد تختلف لغه الخطاب. دلوقتي في حزب مستقل لمؤسساته على وشك النشوء، هياخد رؤيته وياخد قراره وياخد اسلوبه. انا بتكلم كقائد من اخوان المسلمين دلوقتي. أي. وهذا اسلوبي في الخطاب قد يتغير قليلا، ولكن المضمون واحد، لان احنا نرى مرجعيه الشريعه الاسلاميه، وفي غيرنا يرى هذا عنده مرجعيات كثيره. حقنا يا اخوان. بس ازاي لغه واخواننا بقى المسيحيين يقولوا لنا ايه اللي هم زعلانين منه وخايفين منه. علشان بس ما نخشش في حاجات مبادئ، لان شرح المبادئ كلنا ممكن نتكلم مبادئ جميله. ازاي لغه الخطاب قد تختلف قليلا؟ ما هي دي مصيبه. ما هو ده النيولوك اللي انت زعلان منه. لا طبعا، لانه قد تختلف قليلا. يعني انت مع كل مكان وزمان هياخد لغه خطابه، وانا ما اعرفش هيقول ايه. لكن هو برنامجه. انا عندي يعني انا هسالك سؤال واحد. هيشرح برنامجه. هسالك سؤال. هيدعو الى برنامجه زي بقيه الاحزاب ويشرح برنامجه. في شباب الاخوان عملوا الاسبوع اللي فات مؤتمر عبروا فيه عن اعتراضهم او تحفظاتهم على بعض حاجات في جماعه الاخوان. من ضمن اهم الحاجات اللي اتقالت، احد الشباب قام وقف وقال ان انتوا بتتكلموا في الاعلام عن الدوله المدنيه، لكن الرسائل اللي بتوصل لنا في القواعد عن الخلافه الاسلاميه. هي دي الجزئيه اللي انا بسأل يعني الفورتينا اللي عملها الشاب. لا مش فورتينا. لا هو يمكن ده معلش